الحمد لله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرة خلقه عليه من الله أزكى الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، عباد الله، يوم الجمعة يوم عيدكم المسلمين، يوم عيد المسلمين، يوم الوقفة، يوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم محاسبة النفس، يوم الجد الأسبوعي. في هذا اليوم خلق أبونا آدم، في هذا اليوم خطبة الجمعة، في هذا اليوم ساعة استجاب فيها الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل وابتدل وغسل واغتسل ثم أتى إلى المسجد ومشى ولم يركب ثم جلس ولم يلقي، كان له في كل خطوة يخطوها أجر سنة كاملة، صوم نهارها وقيام ليلها. في هذا اليوم نتذاكر يا عباد الله عن الظلم، عن الظلم. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا قال: عبادي. يا اخوانا ده حديث قدسي، ولما نقول حديث قدسي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. يعني ربنا اداه رسول الله يقول زي ما قال الله تعالى في الحديث القدسي: عبادي إني حرمت الظلم بينكم وجعلته حراما فلا تظالموا. أمر من عند الله تعالى. وقال الحبيب النبي الصفي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: إن دعوة المظلوم لترفع في الغمام. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الدعوة المقتولة دعوة المظلوم مقتولة. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، سيدنا معاذ الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. لما نودع قال له: يا معاذ اتقي دعوة المظلوم، يا معاذ اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تلمنا يا اخواننا سيدنا معاذ. كثير من الناس لما نقول الظلم افتكر انه الظلم ده يا اخواننا عند الحاكم ولا القاضي وحسب. لا والله، هنالك من هو ظالم لنفسه، وهنالك من هو ظالم لأهله، وهنالك
لزوجته. وهنالك من هو ظالم لأطفاله، وفي ذلك أمثلة كثيرة. ظلم الأطفال تفرق بيناتهم، ظلم الزوجة تعد عليها على سنة الله ورسوله، وبرا البيت تضحك ومن تخش البيت تتكلم زول ثاني. وهنالك من هو ظالم للغريب، يشغله وبعد ما يشغله ياكل حقه، بعد ما يشغله ياكل حقه. وهنالك من هو ظالم لجاره، وظلم الجار يا عباد الله. الحبيب النبي الصفي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيه يا جبريل يجي يقول لي جارك جارك جارك، حتى ظنيت ينزل عليه يقول لي جارك ده بيرث فيه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره أذاه، أو من لا يأمن جاره بوائقه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة صواب قوام ضرب الصوم النهار كله وبتقيم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. تؤذي الجيران بس باللسان يا اخوانا، ما بتخاتمون. كوارث ذبيح ازعاج الجيران. النبي لما سالوه قال شنو؟ نفعت صلاته؟ نفع صيامه؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذلك لعظمة الجار، ذلك لعظمة الجار. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، والظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم. لما وقف سيدنا سليمان بن عبد الملك خطيبا بالناس، وقف إخواننا في خطبة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة ناداه أحد الجماعة، يا إخوان، واحد من الجماعة قاعد، قال: يا أيها الأمير أو يا ملك اتقي يوم الآذان. أيها الملك اتقي يوم الآذان. إخواننا إذا وقفنا في الكلام ده، يجوز لأي مصلي ينظر مع الإمام أثناء الجمعة. يجوز تعدل الإمام، تقول له أفعل الحاجة الفلانية، تقول له كلامك ده غلط وهو في الجمعة، لكن ما بيجوز لك تنظر مع أخوك في الجمعة. قال له: يا أيها الملك اتقي يوم الآذان. لما نزل قال له: وما يوم الآذان؟ يوم الآذان ده شنو؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أو لم تعلم قول الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. نقول لكل من ولاه الله على أمرنا في شيء، ما سوى كان حاكم أو رئيس لجنة شعبية أو رئيس حي أو معتمر أو إمام مسجد، نقول له: اتقي يوم الآذان، اتقي يوم الآذان. لما حبس رشيد في سجنه، بس هو يا اخوانا بعد ما كان عزيز، كان عنده حصانة مع ولده في زنزانة، من حصانة لزنزانة. ولده قال له: يا أبتي انظر أين كنت وأين صرنا. شوف نحن كنا وين؟ سارين تنبح الخدم الحشم الناس بيناتنا، والآن نحن وين؟ في زنزانة.
قال شوف الرد. قال له يا بني والله إنها دعوة مظلوم، والله إنها دعوة مظلوم سرت بالليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. نحن غفلنا عنها لكن لم يغفل عنها الله. ونقول للظالم اتق الله واعلم انك على موعد للوقوف امام الله تعالى، انك على موعد للوقوف امام المحكمه العليا يوم القيامه. ونقول للمظلوم احتسب واصبر، احتسب واصبر. ما اخذت حقك في الدنيا لعلومك كانت من ظلمك، فاعلم ان هنالك يوم تفتح فيه الغضايا، تفتح تكل الغضايا ولو مضى عليها 100 عام ستفتح. ومن الذي يفتحها؟ هنالك محكمة لا فيها قاضي يعطونه رشوة ولا وزير يدخل واسطة، ما فيها. سيفتحها العليم الخبير. سيؤتى بكل من حلف دونه، سيؤتى بكل من قتل، سيؤتى بكل من زنى، سيؤتى بكل من سرق، سيؤتى بكل من أذى جاره، سيحاسب كل على ذنبه. أتعرفون سيؤتى بمن؟ انظر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالم ولو بكلمة، كلمة حشر معه. بنقول بعدين ما كنت المشكلة دي بعرف اتصل حديث أبدا. من أعان ظالم ولو بكلمة حشر معه. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.